أهلا بيكم في يوم جديد مع ندى عادل. كل يوم جديد ربنا بيكتبه لنا ليه معنى إنك تقوم تتحرك تعافر عشان توصل. والنهاردة هنتكلم عن إزاي أتعرف على موهبة. أول حاجة إزاي أعرف أصلا إن أنا موهوب. هتلاقي نفسكوا كده بتتشدوا لحاجة معينة، يعني بتحسوا إنكوا عايزين تغنوا، ترقصوا، ترسموا، تعملوا مسائل حسابية، آم، توضبوا، ترتبوا، تحسوا انكم في حاجة معينة انتوا بتعملوها، ولما بتعملوها بتبقوا مبسوطين بيها، ما بتحسوش ابدا بالملل. الموضوع بالنسبة لكم بيبقى شيق لو حد فتح قدامكم الموضوع وبدأ يتكلم فيه، زي مثلا الرسم، الرسامين قدام مثلا، قصص بتاعتهم، اللوحات، الحاجات دي، فتلاقي نفسك interested في انك تعرف اكتر في الحاجة دي، انك تفهمها اكتر، تلاقي نفسك مشدود ليها. فدي أول علامة إن أنت بتحب الحاجة دي، أو إنك موهوب فيها، أو إنك interested على الأقل فيها. اتنين، بتحس إن أنت بتعملها بكل بساطة وبسهولة ويسر، فلما تمسك مثلا القلم تلاقي إيدك بتمشي كده وبترسم بسهولة وببساطة. ممكن ما يطلعش الشكل في الأول حلو لأن أنت مش متمرس، أنت عندك الموهبة بالفطرة، لكن لما بتبدأ تعرف إن أنت عندك الموهبة وتبدأ تشتغل عليها وتنميها، بيبدأ رسمك يتحسن، بتبدأ مسكتك للفرشة تبقى أحسن. نفس الكلام بقى يسوع على كل المواهب. لما تيجي مثلا تغني ممكن تلاقي صوتك حلو شوية، بس محتاج تتعلم النوتة، تتعلم الطبقات، ازاي تعلى، امتى تعلى، امتى توطى بالصوت. الحاجات دي كلها بتحس ان انت عايز تنميها، بس الفكرة ان انت تمسك طرف الخيط في البداية وتعرف ان انت عندك حب للحاجة دي، او تحس انها موهبة من عند ربنا رزقك بيها. تلاتة، انك تحس او انك تكون بتفكر في الحاجة دي وقت طويل، وعندك شغف ان انت تعملها عادي وتقعد فيها ساعتين وتلاتة واربعة من غير ما تزهق، او من غير ما تتشتت او حاجة. لا بالعكس، هي بتخليك مبسوط اكتر وبتخليك فرحان. بتحس كده انك دخلت في meditative state كده، اللي هو كأنك بتعمل meditation وانت بترسم اللوحة او وانت بتغني، بتلاقي نفسك رحت في عالم تاني. او مثلا زي ما بقول لكم كده، بترتبوا حاجة، بتنظموا حاجة، بتطبخوا. على فكرة المواهب ممكن تبقى في اي حاجة وفي كل حاجة، مش لازم تكون حاجة فنية. لا، زي لاجو مثلا، انكم تعملوا اشكال، صلصال، بازل، لعبة معينة تفكوها وتركبوها، تكسروها 100 حتة كده وترجعوا ترتبوها تاني وتظبطوها. كل دي مواهب وسهلة جدا انها تتنمى. 4، في وقت فراغك اول حاجة بتشوفها قدامك اللي هو انا دلوقتي فاضي ما بعملش حاجة، همسك الموبايل. لا، بدل ما امسك الموبايل انا هقوم اقرا في الحاجة اللي انا بحبها دي، او هقوم ارسم، هغني شوية، دندن شوية، هقوم اطبخ، اعمل حاجة اكلة جديدة، افتكس، اشوف فيديو جديد. هتلاقوا في وقت فراغكم غصب عنكم كده، وانتوا مش حاسين باللاوعي بتاعكم، انتوا رايحين للحاجة دي عايزين تعملوها، ومبسوطين انكم بتعملوها، مش تعبانين او متضايقين او اي حاجة. خامس حاجة، بتحس انك مميز فيها، والناس اللي حواليك دايما، باباك، مامتك، اخواتك، بيشاوروا لك عليها، بيقولوا لك الله اكلك حلو قوي، ده انت نفسك تحفة، الله الرسمة دي حلوة قوي، ايه ده انت عملتها ازاي، الله صوتك حلو قوي، ما تكمل غنى، اللعبة اللي فكتها دي ايه ده انت عملت كده ازاي، فكده فعلا وعرفت ترجعها. فهتلاقي الناس اللي حواليك، دايرتك المقربة، بيشاوروا لك ان انت متميز في الحتة دي، فتحس قد ايه انك الحاجة دي انا مميز فيها، فدي تعتبر موهبة. رقم 6، بتحس انك مبدع فيها، تحس ان انت عملت يعني انجاز محدش قبلك ولا بعدك هيعمله. هنا بتحس بقيمتك وبان انت عندك القدرة والمعرفة انك تعمل الحاجة دي وتعملها بشكل كويس، والناس يوصل لها ان انت عملت الحاجة دي بحب، بشغف، أم، بتفكير عميق كده، وان انت تعبت نفسك فيها عشان تعملها بشكل مختلف عن الناس التانية. لان كلنا عندنا مواهب باختلاف اشكالنا وثقافتنا واعمارنا، كلنا عندنا مواهب، بس الفكرة بينك وبين حد تاني ان انت حبيت تستغل الموهبة اللي ربنا رزقك بيها وفكرت انك تنميها، وحد تاني داس عليها ومشي
وتعب الحياة داس عليه وخلاه ينساها وينسى كل الحاجات اللي كان بيحلم بيها زمان. ده اللي يفرقك عن الناس اللي عندها موهبة وبتنميها عن الناس اللي كبتت موهبتهم وفضلت رتم الحياة السريع عن ان هم ياخدوا وقتهم في ان هم يعرفوا نفسهم اكتر ويقربوا من نفسهم اكتر ويطوروا الموهبة اللي ربنا رزقهم بيها. طيب دلوقتي انا عرفت ايه هي موهبتي، عايز دلوقتي بقى انميها. ايه الخطوات اللي ممكن اعملها علشان انمي الموهبة اللي ربنا رزقني بيها؟ اول حاجة التجربة، انك تجرب تعملها اكتر من مرة باكتر من شكل. يعني لو انت بترسم هتجرب كل انواع الرسم، تجرب كل انواع واشكال الالوان، اكريليك بقى، على ووتر كولرز، على فلوماستر، على باستل. طبعا انا بكلمكم وانا فاهمه الموضوع لان ده اصلا دراستي وده الباشن بتاعي الاساسي هو الرسم. جرب كل انواع الرسم، كل الستايلز، كل التولز، وشوف بعد كده انت ايه اكتر تول محببة لقلبك. يعني ممكن اصلا بعد كل ده يبقى المحبب لقلبك اكتر انك ترسم بقلم فلوماستر او انك ترسم بقلم اسود، وتبقى دي السيجنيتشر بتاعتك، هو ده الستايل اللي انت بتحبه وهو ده الستايل اللي انت مبدع فيه. تاني حاجة، دايما تكون updated بالحاجة دي، تشوف ايه الجديد فيها، ايه الترند بتاعها، طب التاريخ والهيستوري بتاعها ايه، طب لو في حاجة جديدة طلعت هتبقى ايه، طب ممكن اطور نفسي فيها ازاي. كده تبقى updated كده وفاهم اكتر عن الحاجة اللي انت بتحبها ودايما بتقرأ عنها وبتطور نفسك فيها. تالت حاجة، اسأل الناس اللي حواليك او المقربين منك اذا كانت الحاجة دي حلوة ولا لا. يعني ما تعمل لوحة مثلا، خد رأي الناس اللي حواليك، قول لهم ايه الغلط، انتوا شايفين ايه الغلط هنا، شايفين ايه الحلو هنا، هل ميكس الالوان ده مثلا مع بعضه حلو. صوتك لما تتعلم غنوة جديدة، تتعلم انسترومنت جديدة، آلة جديدة، طبلة، زمارة، whatever ايه هي الانسترومنت اللي انت هتعزف عليها، جرب كده مع صحابك واهلك وخليهم يسمعوك واتبسط بالموهبة اللي ربنا رزقك بيها واللي غيرك كتير كبتها ومطلعهاش للنور. رابع حاجة، خد كورسات كتير تطورك في الحتة اللي انت بتحبها، واتفرج على فيديوز، اقرا كتب، انزل مع ناس مثقفين او ليهم في الحتة دي، وخلي دايرة علاقاتك الناس اللي تقربك اكتر من الحاجة اللي انت بتحبها. انزل روح حفلات، لو انت فنان انزل روح معارض، اتعرف على فنانين كبار واسألهم وخد رأيهم، انزل شوف ارت جاليريز. في هتلاقي طرق كتير قوي ربنا بيفتحها لك وانس ان انت اخدت النية ان انت تطور الموهبة اللي ربنا رزقك بيها. فهتلاقي بجد كل حاجة بتتفتح في وشك وكل حاجة out of nowhere كده بتنبهر كده بكل حاجة حواليك، وبتبدأ انت تلاقي مثلا لو انت مثلا فوتوغرافر بتحب التصوير، هتلاقي عينك بتشوف كادرات غيرك مش شايفها. تاخد صور لما حد يجي يشوفها يقولك الله الصورة دي حلوة قوي، ايه ده انت خدتها ازاي، عينك شافتها ازاي. دي موهبة من عند ربنا. فأحلى حاجة في الدنيا، أحلى حاجة في الدنيا ان انت تنمي الموهبة بتاعتك. هل هتشتغل فيها او مش هتشتغل فيها دي حاجة ترجع لك انت، او دي حاجة ترجع للبيئة اللي انت عايش فيها، او التارجت اللي انت حاطه لحياتك. لكن مهم جدا ان انت تعرف انت موهوب في ايه وتنمي الموهبة بتاعتك دي، لان وقت ما تبقى ضعيف وتبقى متضايق ومخنوق، موهبتك دي هي اللي هتخرجك من الضلمة للنور، هي اللي هتخليك تحس ان انت لسه بني ادم، هي اللي هتخليك تتبسط بالحاجة اللي انت بتعملها. طب هل ممكن بعد شوية الحاجة اللي انا موهوب فيها دي اخليها شغلانتي؟ طبعا ممكن جدا. ناس كتير قوي طوروا شغلهم ودراستهم لما بيدرسوا الحاجة اللي هم بيحبوها، وفتحوا شركات كبيرة وحاجات ليها علاقة بالموهبة بتاعتهم ونجحوا جدا. ممكن تقرأ أكتر عن الناس دي، تقرأ عن نجاحاتهم، تقرأ عن قصصهم، هتتعلم منها وهتعرف أكتر وأكتر عن الناس دي. بس ودي كانت حلقتنا النهاردة في ازاي أعرف إن أنا موهوب وازاي أنمي الموهبة.
الموهبة اللي عندي. يا رب تكونوا استفدتوا، وعايزاكم تكتبوا لي في الكومنتس ايه الحاجات اللي عايزين نتكلم فيها اكتر واكتر، وان شاء الله اشوفكم البودكاست اللي جاي، ويا رب ما كنتش طولت عليكم. باي باي.